عباد الله، إن اسم الله المعطي له أثر في قلب المسلم، ومن تلك الآثار أن يكون المسلم مقتنعا بعطاء الله سبحانه وتعالى وسائلا ربه أن يبارك له فيه، فإذا كان مقتنعا بعطاء الله كان من السعداء وكان من المفلحين. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. والقناعة شاملة لما يعطيه الله من أمر الدين ومن أمر الدنيا، وقنعه الله بما أتى. فدائما يسأل الله البركة فيما أعطاه الله إياه، كما في حديث الحسن عند الترمذي: وبارك لي فيما أعطيت. يسأل الله أن يبارك له في عطاء الله سبحانه وتعالى له. وهكذا من لم يقتنع بعطاء الله فيعيش في شقاء ويعيش في عذاب ويعيش في عدم استقرار، وهذا والعياذ بالله ينال التعاسة وينال الشقاء. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وأثنى ومدح وابتسم، وإن لم يعطى إذا به يتسخط، كما قال الله عن المنافق: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم خط. نعم يا عباد الله، فإن المسلم يعلق قلبه بالله، فهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو إن أعطاك لأجل أن تشكره، ولإن منع شيئا عنك فلأجل أن تراجع نفسك فربما أذنبت. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: مشاهدة العبد تفرد الله بالعطاء والمنع وتعبده به يكون سببا في يجعل حظه الشكر لله عند العطاء والافتقار عند المنع. فإذا أعطاك الله شكرت، وإذا منع عنك دعوت الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا عباد الله، من لم يقتنع بعطاء الله أو كان هذا العطاء دافعا له للغرور فهذا والعياذ بالله مخذول. فهناك من لم يقتنع بعطاء الله فإذا به ينظر إلى المحرمات، وإذا به ينظر إلى ما عند الكفار من عطايا ومن أمور دنيوية تافهة لأجل أن ينالها، وهذا قد يتنازل عن دينه، فإن الدين هو أعظم العطاء، لكن هذا لما لم يعرف عظم هذا العطاء تنازل عن دينه لأجل شيء من الدنيا.